بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى وآله وصحبه أولي الصدق والوفاء. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، نذكركم بالثبات على عقيدة سيدنا رسول الله، عقيدة تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات، عقيدة تنزيه الله تعالى عن الشكل والصورة والكيف والأعضاء والجوارح والأجزاء، كما قال الإمام الطحاوي وهو من علماء السلف الصالح في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال أيضا: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأما هؤلاء المبتدعة الوهابية فقد شبهوا الله بخلقه، ونسبوا إلى الله تعالى أنه مستقر وجالس فوق العرش، وأن الكرسي موضع قدميه. حاش وكلا، تنزه الله وتعالى علوا كبيرا عما يقوله الوهابية. واستمعوا إلى صوت أحد زعمائهم وهو ابن عثيمين، حيث يقول: ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع بمعنى شمل وأحاط، كما يقول القائل: وسعني المكان، أي شملني وأحاط بي. والكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له. ولا